جماعة بصوا السهم 3 9 وصل بكام؟ يعني 1,050,000 على 4 أفراد، وهتخلص كمان. هي اوريدي بتخلص تقريبا بتخلص، يعني 19 وربع دي اللي هي الساعة كام؟ الساعة 7 يعني هي بتخلص دلوقتي. تصدقوا استنوا كده نشوفها من جوه العداد اللي جوه ناقص لها قد ايه. جماعة انا على ما دخلت جوه كانت فعليا خلصت. يعني انا حسيت ان هي بتخلص دلوقتي، قلت لسه هدخل واشوف بقى تخلص بكام وبتاع. انا يا دوب عملت لوجن وعشان اشوفها جوه وادوس مزايده الان لقيتها خلصت. فيعني سبحان الله، من النمر الخفيفه على الروح كده. 1,050,000 على طول. فادينا شفنا سعر مزاد بيخلص وسعر لوحه بتخلص. سهم 3 ساعات ب1,050,000. تعالوا نشوف الباقي بقى. صباح جديد، صباح فل على الناس الفل. صباح جديد، مزاد جديد، نمر جديدة. ولما بقول جديد بيبقى جديد. النهاردة 24/12 الساعة 3:30 العصر، وبنصور نمر جديدة، وفي منهم 3 نمر رقم 1. والمزاد بيقول لكم هابي كريسمس. يعني المزاد ايه؟ بصوا النمرة التالتة اهي، بيقول لكم هابي كريسمس وعيد ميلاد سعيد وسنة سعيدة عليكم. واللي عايز يعيد بنمرة جديدة رقمها 1 يعيد. فيعني فيديو بعنوان هابي كريسمس ايفري ون، و2026 سنة سعيدة علينا كلنا. وخلي بقى اللي ما جابش يجيب. يعني خلي اللي ما جابش نمر يجيب، وخلي اللي نفسه في نمرة يجيبها وكده. يعني انا الصراحة مش شايف المزاد غير بالعنوان ده، لان اصلا انا كان في نمرتين هنا. في نمرة صورتها لكم هتلاقوها في اول الفيديو. في نمرة لسه خلصانة اللي هي كانت هقف 4 5 دي تقريبا خلصت ب 800,000 حاجة كده، ما خدتش بالي يعني. وفي نمرة قبليها، ودول بقى لسه هيخلصوا بكرة وبعده وبعده. يعني ايه في الهابي نيو يير بقى بجد. عندك هنا جيم 3 3 3 1. حلوة. يعني انا عن نفسي بجد انا حابب قوي 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 جيم دي. يعني جيم نون من النمر اللي بعشقها في التسلسل. مش عارف ليه. دي فيها نقطة ودي فيها نقطة، مش عارف هل ليها سبب ولا لا. بس به ما بحبهاش. يعني ما علينا، دي قصة كده. دي مشكلة شخصية معايا يعني. ولكن انا جيم دي بحبها قوي. يعني انا كان نفسي يبقى اسمي في جيم جمال، جميل، ايا كان. وكنت انكش في الجيم دي. خلي بالكم، وخصوصا ان جيم دي مش منتشره. يعني ما مش الطبيعي ان تلاقي حد اسمه بحرف الجيم كتير. موجود بس مش كتير، فاهمين؟ فلا انا النمره دي الصراحه تحفه. جيم والتلاتات مع الواحد. لا نمره شيك وهتخلص بسعر قليل. خلي بالكم، يعني دي هتخلص الساعه 3 الفجر اللي جايه، وهتوصل لها مثلا 300,000 بالكتير قوي. فده حلو جدا عليها للامانه. انا بعشق الجيم. يعني دي جت الفرصه اللي اقول لكم فيها ان انا بحب الجيم بجد. وخصوصا ان احنا بقالنا كتير قوي ما شفناش جيم في التسلسل ده في المزاد. حتى كان شكله غريب اول ما نزل، بس نمره بيرفكتو والله العظيم بيرفكتو. تعالوا بقى الاول نمره رقم 1، س ر الف 1. يعني جايه من اسراء. مش عارف اقراها غير كده، هي اسراء. او ممكن شخص يبقى ولد اسمه سراء، يعني بالسين برضو، مش سراء بس بالث، لا سراء. في ناس اسمهم سراء، واظن اسراء بتتكتب كده. يعني او اسراء، يعني اسراء بنت، وفي اسراء ولد اظن، وفي اسراء. يعني ده بيبقى اسم حد اسمه اسراء، ولا انا حاسس ان انا بهبد؟ مش عارف، بس انا حاسس ان في ناس اسمها اسراء كده على طول. يعني فانا حاسس ان، لان انا شفت كمان اسراء 4 وحايد. اسراء يعني زي دي كده 4 وحايد. فهل اسراء واحد تبعهم؟ مش عارفين. بس يعني يا اسراء يا اسم ولد اسراء. حاسس ان انا بلعب اتوبيس كومبلي والله العظيم. اسم ولد واسم بنت وبتاع، بس هي حلوه يعني. عندك هنا بقى، بصوا الاتنين جنب بعض تحسهم شبه بعض. عندك هنا س ر الف صاد م الف. يعني ده بقى السماء. يعني فاهم حاجه؟ او او يعني ثلاثي. الاسمين دول يمشوا ثلاثي، ممكن يمشوا ثلاثي بس بعيد قوي. يعني ال3 حروف مش كومن ثلاثي خالص. يعني عايز واحد يبقى اسمه سعيد، ربيع ممكن، احمد ممكن تمشي والله.
صاد ميم ألف. عايز واحد اسمه صبري محمود أحمد محمد أحمد. أيا كان بقى الميم ألف دي يعني ما أكثرها. فماشي يعني لذيذة. صاد ميم ألف والسين ر ألف. عندك بقى الميم عين الخمستين. تصدق نطقها حلو يعني، هي ممكن تروح بسبب نطقها. ميم عين اصلا نمره كومن قوي، ناس كتير قوي سالتني على ميم عين الفتره اللي فاتت بطريقه رخمه يعني. كتير، مصر كلها ميم عين. كل الناس بتسالني على ميم عين، فاهمين؟ فاللي انا مش فاهم في ايه. فميم عين خمستين نطقها حلو وكل حاجه، بس دي هتروح لان ناس كتير قوي كانت مستنيه. مش عارف بقى الناس اللي كانت بتسال دي فصال ولا مناهده، بس بس اتسالت على ميم عين بشكل مبالغ فيه الفتره اللي فاتت. يعني من ضمن الهابي كريسمس. فعندك هنا بقى ايه تاني؟ عندك جو 4 اتنينات. جميلة، من النمر اللي ما شفناش من زمان. جو دي وهتروح، بصوا وصلت 325 4. الأسامي الكومن دي جو، آدم، سيف، علي، عمر. الأسامي دي مصر كلها كده يعني، مصر كلها في الخمس ست سبع تمن أسامي اللي 3 حروف دول. فللأسف منها جو هتروح في روحة وحشة قوي يعني. هي لسه اصلا قدامها يومين وشويه وبقت 4 مزايدين 325، يعني دي هتروح لها في الواحد 200 للاسف. وهذا اسفا يعني اللي انا اقول لكم حاجه زي كده، بس عشان بقالنا كتير كمان ما شفناش جو. فالاتنينات يعني الاقل تميزا، خلي بالكم، بس هي حلوه. فيعني مش عارف بقى، براحتكم. بس هي لذيذه يعني، هي لذيذه. هتروح في كام مش عارف، فدينا هنستكشف يعني. عندك هنا السيد 4 يعني من النمر اللي هتروح. ايه ده؟ في حد زود وانا ادام عمل ريفرش كده ودخل لي الصفحه في بعض، يبقى في حد زود. تعالوا بقى نشوف مين اللي زود. دي هي اظن ميم، لا ميم عين لا. حد زود يا رجاله، مين زود؟ ما خدتش بقى ميم عين اظن، ولا في نمره بقت متاحه؟ لا مفيش نمره متاحه. مين زود يا رجاله؟ يا لهوي ما خدتش بالي. بس ادام عملت ريفرش كده يبقى في حد زود، ما علينا. فده بقى بالنسبه لسيد. يعني سيد من اسامي الكومن برضو اللي ايه، اللي ابو السيد الكلام ده كله. فمن النمر اللي مش عارف بقى والله، هي عشان سيد 4 هتروح. بس سيد من الاسامي اللي ايه، الكومن يعني. عندكم بقى اخر نمره، الا وهي إيه يعني، مش عارف هل دي جيسون يعني. انا حاسسها جيسون واحد. ايه جيسون ده مش عارف، بس ده تقريبا ممكن يبقى اسم ايه، طفل صغير. حتى مش عارف ولد ولا بنت، بس بتاع اللي هو ايه، جودي حبيبة مامي، مش عارف زين حبيب بابي كده. فده جيسون، انا قريتها جيسون. او ممكن تبقى ثلاثي يعني، جيم سين نون واحد. جيم سين نون ده ممكن يبقى ايه، جمال سعيد نعيم يعني مثلا. ممكن تبقى ثلاثي. او عارفين، خدت بالي من حاجة بقى جامدة قوي دلوقتي. لو احنا كنا زي السعودية وعندنا حرف الحاء مش الجيم، كانت تبقى حسن واحد. يعني السعودية، الناس اللي متابعة قوي بقى عارفة ان ايه، السعودية عندها حرف الحاء. فاحنا لو كان عندنا حرف الحاء زي السعودية كانت دي تمشي ايه، حسن واحد. بس في نفس الوقت برضه عايز اقول لكم حاجة، هي السعودية عندها حرف الحاء بس ما عندهاش حرف الجيم. يعني كان السعودية ممكن تعمل عندها حسن واحد، ممكن تعمل عندها حرب واحد، ممكن تعمل عندها ايه تاني بالحاء كتير. بس السعودية ما تعرفش تعمل جمل واحد او جبل واحد او جود واحد او جود واحد. بس ممكن تعمل حود واحد اللي هو حودة. فيعني برضو علشان الناس بتقول احنا عايزين حرف الحاء زي السعودية ومش عارف ايه وبتاع، بس السعودية ما عندهاش جيم. يعني السعودية ما عندهاش الحاء والجيم مثلا، لا السعودية عندها حاء بس، ما عندهاش لا جيم ولا خاء. احنا عندنا جيم، ما عندناش لا حاء ولا خاء. ف... فهو تحسوا ان احنا ايه، كل واحد اختار حرف يعمل يعني عليه الايه، القصص. فالسعودية حلوة في الحاء، تعمل لوح كتير، بس برضو الجيم تعمل لوح اكتر. فلو انا هخيرك ان انت تختار الحاء ولا الجيم، تعمل حسن وحمو وحرب والكلام ده، ولا تعمل جبل يعني جبل وجمل وجود وجود وجو
يعني دي مثلا عارف، دي كانت تبقى حو، يعني مش جو، مش فاهم، مش جو مثلا ايا كان. فانت تختار الحاء في السعوديه ولا الجيم في مصر؟ ده سؤال هساله لك. وكده عايز بقى اتكلم في حاجه تانية خالص بقى، خالص خالص خالص. عايزين نعمل مقارنه سريعه ما بين الثلاث لوحات الرقم واحد دول: س ر ألف واحد، جيسون أو جيم سين نون واحد، أو سين ر ألف واحد. يعني سين ر وجيسون وصاد ميم ألف واحد. تمام. القيمة الافتتاحية بتاعت كل واحدة، لأن أنا ناس كتير قوي بتقعد تسألني هي القيمة الافتتاحية بتاعت النمر بتتحدد على أساس إيه؟ فتعالوا نشوف مثلا الثلاث نمر القيمة الافتتاحية بتاعتهم كام. يعني عندك هنا الصاد ميم ألف واحد القيمة الافتتاحية بتاعتها 375,000. طب سين ر ألف واحد 425,000. طب جيسون واحد جيم سين نون واحد 375,000. طب ليه؟ لا ده سؤال، انا مش هقول اجابه عشان انا الصراحه ما اعرفش ليه. يعني انا ما اعرفش. يعني مثلا جيسون واحد 375، طب ليه سين ر واحد 425؟ مش فاهم. طب ليه مثلا صاد ميم واحد؟ يعني بصوا صاد ميم واحد والسين ر يعني بصوا النمرتين دول، يعني بصوا لما بقلب مع بعض النمرتين شبه بعض جدا جدا. طب ليه مثلا دي القيمه الافتتاحيه بتاعتها 425 ودي 375؟ ما اعرفش. طب انا مثلا لو هتخيرني جيسون واحد دي احسنهم اصلا، يعني احلى واحده فيهم، يعني دي المفروض تبقى افتتاحيه 450. ليه جيسون واحد زيها زي صاد ميم واحد؟ مش عارف. فيعني عشان ناس كتير كانت بتسالني بتقول لي امتى بتتحدد 375 واشمعنى بتتحدد 425 ومش عارف ايه. ناس يعني بتقعد تسالني اسئله دي كتير، وفعلا ما بلاقيش رد غير رد واحد بس، ان كده كده يا معلم كل نمر رقم واحد، مفيش نمره بتخلص تحت المليون ونص دلوقتي. فالقيمه الافتتاحيه دي جاست حاجه كادو يعني، او يعني مش كادو، حاجه سيستماتيك. يعني خلاص هو في لازم قيمه افتتاحيه للمزاد هتتفتح بيها. هتخلص بقى بكام؟ خلاص مفيش رقم واحد دلوقتي في 2025 بيخلص تحت المليون ونص. فما نركزش في القيمه الافتتاحيه، لان هي في الاغلب مفيش. يعني احنا بقالنا سنتين او ثلاثه مفيش نمره واحده حتى لو وحشه جدا خلصت بقيمه افتتاحيه. فبس فسيبكم من القيم الافتتاحيه بتاعت النمر، لان زي ما بقول لكم مفيش نمره تخلص تحت المليون ونص رقم واحد. رقم واحد تحت المليون ونص، لا مش اي نمره والنبي، علشان أنا بقيت اشوف ارقام توصل للمليون ومليون ونص ما تستحقش بجد. فلا رقم واحد ما تخلصش تحت المليون ونص.